والله يا جماعة، اللي عمل وزير الداخلية الليبي دي عمل عظمة. أول حاجة عملها في قرارات جديدة طبعا، اللي هي طبعا منع الاختلاط إلا بضوابط شرعية. تاني حاجة تفعيل شرطة الآداب في الأماكن. حاجة تانية منع الاختلاط، احنا قلنا الاختلاط إلا بالضوابط الشرعية. الحاجة التالتة اللي هي ارتداء الحجاب، فرض الحجاب على النساء طبعا في الأماكن العامة وفي المدارس خاصة. فرض الحجاب في الأماكن العامة وفي المدارس. رابع حاجة قصات الشعر. طبعا انتوا عارفين الشباب دلوقتي قصات، يعني استغفر الله العظيم ما أنزل الله بها من سلطان، وبيتبعوا الايه الغرب والقرف اللي بيجي من من هناك. طبعا هيبقى في ضوابط شرعية في قص الشرعي، نهتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. خامس حاجة ان هو هيتابع او هيراقب المواقع التواصل الاجتماعي والمنشئين المحتوى، وخاصة التيك توك. وانت عارفين قرف التيك توك واللي بيحصل فيه والمشاكل اللي بتيجي منه. فتحية مني لوزير الداخلية الليبي، ويا رب تتفعل ويتفعل في الدول العربية كلها إن منع الاختلاط إلا بضوابط. قصات الشعر اللي هي الغريبة اللي واخدينها من بره. الحاجة التانية اللي هي منافية للسنة، منع فرض الحجاب في الأماكن العامة وفي المدارس خاصة. في تفعيل دور شرطة الآداب، دي حاجة كويسة. يا رب يعينكم، وما تنسوش تدعمونا وتشتركوا معنا في القناة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.